هنبتدي بقى قصتنا الجميلة ان ازاي اكون صديقته الانتيم مش مراته. خلينا الاول متفقين ان صديقته الانتيم دي يعني اللي بيرجع يترمى في حضنها وقت ضعفه، وشايف ان سعادته وراحة باله وسكينته وكل شيء بيستمد منه قوته وقت ضعفه، وانه يصلب ظهره كده، والسند والدعم والاحتياج وكل شيء جميل في الدنيا يتمركز حواليك يا ست الكل. فان انا اوصل زوجي ان انا اكون صديقته مش مراته، دي حاجة حلوة قوي قوي. طب هنبدأ بقى نعملها ازاي؟ ورقة وقلم بقى وابدأي اكتبي ورايا. بصي بقى، اوقات كتير قوي احنا بنقع في حتة ان احنا بنكون القاضي والجلاد على ازواجنا. لا، انا مش عايزة كده. انا عايزة وقت ما تقعدوا مع بعض اقعدوا مع بعض تحكوا. يعني بالظبط كده نقول عليكي نقول ايه، اقول لكم حاجة حلوة قوي. تخيلي نفسك كده انت قاعدة وانت صاحبتك. هو انت لما بتيجي تسمعي سر صاحبتك او تيجي تاخدي منها اي شيء هي قامت بيه، انت بتفضلي قاعده مركزه معاها كده، واول ما تغلط غلطه: انت ازاي عملتي كده؟ المفروض ما تعمليش الكلام ده، انت ازاي، انت ليه، فين وازاي وعمي لا، ابعدي خالص انك تأدي دور المحكمه. انت مش محكمه يا ست الكل، انت حبيبته، انت سنده، انت ملجأه، انت ملاذه، انت الحته الطريه زي ما بنتكلم كده، اللي بيجي يتسند عليها عشان يرمي همومه ويرمي مشاكله. اصل هو مش كامل، هو برضو ناقص، خلي بالك، يعني هو مش بيرفكت 100%. زي ما انت برضو كده بتقعدي تقفي له على الواحده وتبداي تقطعيه وهو بيتكلم، وانت ازاي، وانت بصيت، وانت اتكلمت، وانت رديت، وكان المفروض تقول كذا، وكان المفروض تعمل كذا. هو مش عايز منك كده. الصديقه بقى المفروض ما تعملش كده. الصديقه ما تعملش كده خالص. الصديقه تسمع ولا تحكم. الصديقة تسمع وهي ساكتة بدون انقطاع، وعليها بس ابتسامة ظريفة لطيفة كده، ولو احتاجت في وقت الآخر تطبطب عليه كده وتحنو عليه كده وهو بيتكلم، اعملي. غير كده مش هتبقي صديقة. على حاجة بقى في الموضوع، يا سلام بقى لو اهتميتي باهتماماته. يعني ما تقوليليش يوه يا دي ام النكد بتاع النهارده ماتش الاهلي والزمالك، انا مالي ومال الكوره، انا مالي ومال ده دخل جون ولا اوف سايد ولا مش عارفه ايه، انا مالي ومال شغل الرجاله ده، انا بتاعت سينمات وبتاعت شوبينج وبتاعت مولز، ايه الوقت اللي هضيعه ده؟ خلي بالك، احنا في الطريق قلنا هيكون طويل وهيكون شاق ومحتاج منك مجهود وصبر وطولة بال. حضرتك لما تقعدي معاه في الماتش وايه ده، ايه اللي حصل، برافو، الله، جون، يا خساره، مش عارفه كذا، طب نراهن، انت عليك ايه، طب ايه، طب نراهن على بعض مين اللي كذا، طب تراهني على ايه، نراهن على خروجه حلوه، طب نومه جميله، طب لمسه حلوه، حاجات كده تجدد ما بينكم وبين بعض، وتحفزوا كده انه عايز يتفرج على الماتش عشان مستني المفاجاه الجميله او المكافاه الحلوه اللي انت هتديها له. احنا ايه، اصدقاء مش مراته بس. طبعا ما مش هوصيكي ان الرجاله وقت ما بتيجي تلجأ لزوجاتهم، الزوجه الشاطره الفاطنه الذكيه اللي عندها ذكاء عاطفي عالي تعرف امتى تسكت. يعني 90% من الرجاله اللي بيجوا يتكلموا مع زوجاتهم هم مش عايزين حلول. والله العظيم هم عايزين بس زوجه تسمع، عايزين يفضفضوا، عاوزين يخلوا سر حياتهم جوه، يعني نقول ايه، شوال الزوجة، جوه جيب زوجاتهم. هما بيبقوا من الاول عايزين كده. للاسف الشديد بقى انتوا اللي بتنفروهم، انتوا اللي بتخلوا الطير يخرج من العشه. اسمعوا، اعرفوا امتى تتكلموا وتدوا النصيحة وتعززوا لجوء ليكم، وامتى تسكتوا خالص وتبقوا مصدر الحنان والعطف والرعاية وكل حاجة حلوة في حياة أزواجكم. لأن احنا ايه، هنمشي بمنهج الأصدقاء مش الزوجات. اللي بعد كده طبعا هو احنا مش هنشاركه اهتماماته بس، يعني هنشاركه في ماتش كورة، نشاركه في لعبة بلاي ستيشن، هنشاركه مثلا في فيلم اكشن، فيلم رعب، مع يعني حاولي بصي معلش انا عارفه الموضوع صعب، حاولي تتحملي بقى. يعني مثلا انت بتخافي من افلام الرعب، معلش اقعدي كده اعملي نفسك متفاعله معاه وخايفه. انت قاعده افلام الرعب ويا حبيبي انا اتفرج بس وانا في حضنك، انا بخاف اتفرج لوحدي، ما تبعدش عني. الحاجات الجميله، اللمسات
الحلوه اللي بتحسس الراجل دايما ان انت لاجئه له، لانك ما تقدريش تبعدي عنه وعن حمايته وعن احتوائه والحاجات الحلوه الجميله دي. بعد كده طبعا انت لما بتشاركيه اهتماماته، هو برضو ما ينفعش كده يقعد في الزاويه. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين موتيفيتد بقى بينا وبين بعض. نعمل ايه حضرتك؟ هو لازم برضو يشاركك اهتماماتك، بس مش بوضع الاجبار. يعني انا زي ما عملت معاك لازم تعمل معايا، زي ما سمعت تسمعني، زي ما اتفرجت تتفرج، لا. يعني شاركيه ازاي؟ والله يا حبيبي، احنا هنتعامل بقى ايه، انت بينك وبين نفسك بتتعاملي صديق، تمام؟ والله يا حبيبي ده انا النهارده حصل لي، اسكت مش انا غلطت الغلطه الفلانيه، اسكت مش انا وقع مني حاجه، اسكت ده انا حصل لي كذا. وتتصرفي بقى مش انك زعلانه بقى ومبتئسه والكلام ده، لا، تاخديها ان هي فاني، يعني يعني قفشات كده معايا، وتبداي تصدري كده الحاجه اللي انت عملتيها على مدار اليوم على صوره نكته، على صوره فكاهه، وعلى صوره انك وضرب على الكف، والحاجات الجميله اللي بتحصل بين الصحاب وبين بعضها. خروجي بره اطار انه سيدك ومعلمك يعني لا، الحاجات دي لا، الاصدقاء ما بيعملوش كده خالص. الزوج له احترامه وله وقاره وله تبجيل وكل حاجه، بس احنا دلوقتي بنبتغي ان احنا نبقى اصحاب. الوقت الجميل بنقضيه مع بعض يعني بكامل وقار.